واحد منوفي بيقول لحبيبته: يمكن ما عنديش عربية زي محمود صاحبي، ويمكن ما عنديش شركة زي محمود صاحبي، ويمكن ما معيش فلوس زي الفلوس الكتيرة اللي مع محمود صاحبي، بس انا عندي مميزات كتير. بحبك، بعشقك. فهي خدته بالحضن كده وعينها دمعت وقالت له: انت لو بتحبني بجد عرفنا على محمود صاحبك. واحدة متجوزة واحد صعيدي، فبتقول لجوزها: يا حبيبي وانت هتجيب لي هدية ايه في عيد ميلادي؟ فراح واخدها على محل عربيات. هي دخلت كده فهو بيقول لها: ايه رأيك في العربية الحمراء اللي هناك دي؟ فقالت له: ايه ده؟ الله، دي جميلة قوي. ايه ده؟ قال لها: انا الاتنين، هجيب لك مونوكير نفس اللون ده. مدرس الرسم طلب من الطلبة بتاعته ان هم كلهم يرسموا رسمة وكل واحد يرسم رسمة مختلفة. فقال له: خلاص ماشي يا استاذ. فالاستاذ كده صبر شوية وبعد كده لف. راح لطالب صعيدي حتة سكرة كده عسلية، فقال له: يا حبيبي رسمت ايه؟ قال له: يا استاذ رسمت بقرة بتاكل برسيم. فالاستاذ بيبص كده لقى الورقة بيضة، فقال له: حبيبي طب هو فين البرسيم؟ فالطالب ده قال له: يا استاذ ما البقرة كلته. فالاستاذ قال له: طب هي فين البقرة بقى؟ قال له: ما هي كلت ومشيت. واحد صعيدي بيحكي لصاحبه عن مغامرته في افريقيا. فقال له: يا عم اول ما صحينا من النوم لبسنا في 5 دقايق، وبعد كده نزلنا نتمشى في الغابة، طلع عليا نمر، رحت ماسكه دب دب كفين، النمر جري. بعدها بشوية ماشيين في الغابة طلع عليا أسدين، رحت ماسك الأسدين دب 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 كفين، الأسدين هم كمان جريوا. فصاحبه قال له: يا راجل يعني أنت عايزني أصدق إن أنت غارت أنت ومراتك في 5 دقايق؟ لسه ايدي بعد ما جه من المدرسة فبيقول لابوه: بابا انا خدت 20 النهاردة. فابوه قال له: برافو يا حبيبي. فجي تاني يوم التلميذ ده راجع برضه من المدرسة وقابل ابوه، قال له: بابا انا خدت 20 برضه النهاردة. فابوه قال له: برافو يا حبيبي. تالت يوم جه فبيقول له: بابا انا خدت 10 بس النهاردة. فابوه قال له: ليه بس يا حبيبي؟ قال له: والله يا بابا ما لقيت في المحفظة غيرها. واحد صعيدي عامل فيها ناصح، فقال له: انا عايز اتجوز واحده ما تكونش عارفه الالف من كوز الذره. فامه قالت له: بس طلبك عندي. فخدته لاهل العروسه، فهو شاف العروسه عجبته. فام العريس دي راحت مطلعه تفاحه وبتقول للعروسه: دي ايه دي يا حبيبتي؟ فقالت لها: طماطمايه. فالعريس اتبسط قال لها: بس هو ده اللي انا عايزها ياما. فالمهم ليله الدخله يا معلم دخل كده الاوضه فلقاها طالعه مطلعه بيره وعماله تشرب. فقال لها: نهارك اسود، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ده ايه اللي انت بتشربيه ده؟ قالت له: دي بيره. قال لها: نهار ابيض، ده انا يوم ما جيت لك ما كنتش عارفه التفاحه من الطماطم. قالت له: ايوه ما انا كنت سكران. مرة واحد صعيدي كان واقف عند جزار، فكانت في قطة واقفة وراه، فالقطة عملت ميو. فالصعيدي قال للجزار: اديها كيلو لحمة. فالجزار ادى للقطة كيلو لحمة. بعدها بشوية كده القطة راحت عاملة ميو. فالراجل الصعيدي ده قال للجزار: اديها كيلو كبدة. فالجزار ادى للقطة كيلو كبدة. بعدها بشوية الراجل الصعيدي ده خد الحاجة اللي هو كان طالبها وماشي. فالجزار نادى عليه قال له: خد يا عم انت، فين حق الكبدة وحق اللحمة اللي انت خدتهم للقطة؟ قال له: انا مال انا كنت بترجم لك بس. واحد صعيدي حرامي دخل يسرق شقة وسرق كل حاجة في الشقة، والست صاحبة البيت نايمة وهو سرق كل حاجة ومشي. فالحكومة جت تسألها قالت لها: انت ازاي يعني؟ ازاي البيت اتسرق كله وانت ما صحيتيش؟ قالت لهم: والله كنت صاحي بس انا افتكرت جوزي فخفت اصحى يقول لي جهزي لي العشاء.